أهلا بكم في حوار فرانس 24. ضيفنا اليوم مناضل وفنان ورجل سياسة أمازيغي جزائري، هو فرحات مهني الذي يرأس الحكومة القبائلية المؤقتة. أزل في الله فرحات مهني. أزل فرحات مهني، أنت ترأس ما يسمى بالحكومة المؤقتة القبائلية. أنا ذا قبائلي أعضيل زمرض غديني ذا شوث الموفمواجي. ما هي هذه الحركة، حركة الحكومة المؤقتة القبائلية؟ أنا ذا قبائلي. الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة. ماشي الحركة كيف قالك. سيسناس. وثانيا، أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. ما هو الفرق؟ شنو الديفيرونس كي قبائلي الجزائري؟ الخلافة طاس. هناك فرق كبير. منذ الاحتلال الفرنسي إلى اليوم تم ضم القبائل إلى الجزائر واعتبروا جزائريين، لكن بالمقابل ليس كل الجزائريين قبائل. الانتماء القبائلي هو هويتي. أما إذا عدنا إلى سؤالك حول الحكومة القبائلية المؤقتة، فإنها حكومة انبثقت من بلاد القبائل من أجل إظهار اسمها بين الأمم، وأن تدق على أبواب الأمم المتحدة ليعترف بها مثل كل الأمم. حكومة القبائل المؤقتة تكافح من أجل الحرية والكرامة وحقوق الشعب القبائلي بأكمله، أو ما يسمى ببلاد القبائل. غاف نيف، غاف تيروكزان، غاف إزرفان، بغرف قبيلي أكل ميلا من قارة سمور سقبيليس. فرحات مني هذه الحكومة انبثقت عن حركة الحكم الذاتي القبائلي، الموفمون دوتونومي دو لا كابيلي. هل أنتم تحاولون أن تبنوا هذا الحكم الذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية، أم تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال؟ كونوي قلنا فلاقي ناقل ماك ستنادي ما تبنوا الجزائر تسجدوا ذانت فيدرال تناخذ فغام أتشرقم ثمور. نكونيدو فريد مع تبلوناس دينان دواسن شريك تمورس. نحن نسير على درب معطوب الهناس الذي قال في إحدى أغنياته: الدواء هو تمزيق البلاد. حين نادينا بالحكم الذاتي في منطقة القبائل، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق النار بالرصاص الحي على أبنائنا. ذلك الحين صرنا ننادي بالانفصال رغم أننا نحب الجزائر، ورغم أن آباءنا ماتوا من أجل الجزائر. أنا والدي استشهد من أجل استقلال الجزائر. أنت والدك مات شهيدا في الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. بالضبط، مات والدي لكي أكون حرا، لكي أكون محترما في أرضي، لكي تكون حقوقي كاملة، وليس من أجل أن يقال لي كلما تحدثت بالقبائلية تحدث باللغة الوطنية. تكلم باللغة الوطنية. ولكن اليوم من تمازغت اللغة الوطنية ماشي دغلنا ونكيني الساقي من تمازغت اللغة الوطنية ماشي قنواس، ماشي ذا طابلو. الأمر ليس مثل السبورة يمكن محو ما عليها بإسفنج لإخفائه حتى لا يبقى منه شيء. لا، تاريخ نضالنا امتد ل50 سنة منذ استقلال الجزائر، وكانت هناك حرب الأفافاس، جبهة القوى الاشتراكية التي قتل فيها 497 رجلا. وكم من القيادات القبائلية التي اغتيلت في المنفى وقتلتهم الحكومة الجزائرية، ثم فيما بعد حين جاء الإرهاب كم من الأدمغة القبائلية التي قتلت. النظام الجزائري والإسلاميون عملوا يدا بيد من أجل إبادة كل ما هي أدمغة أو مفكرون قبائل في التسعينيات. الانتيليجنس يعني ذا لاغن اقباليين محسوب سنجرنتن الوقت التيروريزم لي زاني 90 الاغتيالات طالت الأدمغة الجزائرية سواء كانت أمازيغية أو عربية، سواء
حسب بحكم الحزب الواحد أو أثناء سنوات الإرهاب؟ حسب كنت بغيض. احسب كما تشاء، تجد أن عدد القبائل الذين اغتالهم الإرهاب يفوق الذين قتلوا من الآخرين، أقصد المفكرين. أين يغلين سي ثم النظام. ولكن الجيران الجزائر 3/4 من قتلوا في حرب الجزائر قبائليون، لسنا نحن من يقول هذا بل هي الوقائع. الذين قتلوا أو اغتيلوا من المثقفين من المعارضين للحركة الإسلامية في الجزائر، سواء كانوا قبائل أمازيغ أو عرب، ماتوا جميعا لبناء فكرة جزائر ديمقراطية ولصد المد الأصولي. هل لما تفرق بين الشهيد الذي كان قبائلي والشهيد الذي هو عربي في منطقة أخرى، هل هذا لا يخدم مصلحة الإسلاميين في النهاية؟ يعني ما تصفرق غير الشهيد ذا قبيلي وين ذا عرب موثن كنا ذا حفسن الإسلاميزم يعرف شوية ما كان وفات لو جو دي إسلاميست ديريكتومون. ألا نغد كان نكني ذويني قدرا. لا، أنا أقول دائما أنني أحترم كل من قتل ظلما أيا كان. الإسلاميون يقال إنهم يقتلون بشكل أعمى كل من يقف أمامهم، لكن تبين لنا أن ذلك كذب. فحين نحسب عدد الأدمغة الجزائرية التي اغتيلت نجد أن الأغلبية هم قبائل، وذلك رغم أن القبائل أقلية لا يتجاوز عددهم 30% من سكان الجزائر، ومقارنة بأصحاب اللحى عدد شهدائنا أكبر. أنت نفسك فرحات مهني غنيت أغنية شهيرة ورائعة غنيت فيها للذين استشهدوا خلال سنوات الإرهاب، سواء منهم طاهر جاوت اللي هو قبائلي أمازيغي أو اليابس اللي هو عربي. الكلام الذي تقوله ربما يتنكر لهذه الأغنية. ألا القدر ساغي وذي لا، ما يزال لدي نفس الاحترام للذين قتلوا وحتى لمن ما زالوا أحياء، ولكن أريد فقط أن أوضح بأن حتى في القتل هناك عنصرية. ولقد قال لي الروائي الجزائري رشيد ميموني قبل وفاته رحمه الله بأن استشهاد الكاتب طاهر جاوت لعب كونه قبائليا دورا في مضاعفة حقد قاتليه واستهدافهم له. حدثنا عن هذه العنصرية، حدثنا عن هذه العنصرية التي تستهدف الأمازيغ في الجزائر وفي شمال أفريقيا عموما. حدثنا عن هذه العنصرية التي تستهدف الأمازيغ، القبائل تحديدا في الجزائر على كل صعد، سياسيا ثقافيا اجتماعيا. حدثنا عنها حتى يفهم المشاهد الغير الجزائري ما هي دوافع هذه الحركة لصد هذه العنصرية وبأي وسيلة. ذي تزويرة ذي الجيرانيين. بداية في حرب الجزائر بلاد القبائل هي التي حملت أوزار الحرب على ظهرها، وكما قلت قبل قليل 3/4 من استشهدوا قبائل. وحين استقلت الجزائر جاء الذين لم يقاتلوا بقواتهم من تونس ومن المغرب ودخلوا بأسلحتهم وجنودهم الذين لم تنهكهم الحرب لأنهم لم يقاتلوا، فاستولوا على الحكم في الجزائر. فانتفض القبائل وقالوا نحن حررناها وأنتم تريدون أن تجنوا ثمارها، وقالوا نحن أيضا لنا نصيب في هذه البلاد. ولكن ذلك الحكم الاستبدادي الذي أقامه بومدين والعسكر وجيش الحدود كان مسلط على كل الشعب الجزائري، كان حزبا واحدا. هل لك كلمة تقولها للجزائريين غير الأمازيغ الذين لم يشتركوا في العنصرية أو التفرقة مع الأمازيغ؟ هل لديك أشياء مشتركة؟ هل لديك شيء ممكن تقول لهم؟ إزدايريني ماشي القبائل ما إلا وكينا راه الحفاقي نغل الظلم في القبائل لاش سنتينير أسنينير ماذا قلا
أقول لهم إذا كان ظلم واحدا فإن ردة الفعل عليه مختلفة. القبائل لم يرضخوا أبدا للظلم الذي يسلط عليهم، كانوا دائما ينتفضون، لذا فالحكومة الجزائرية تحرسهم مثل الحليب على النار منذ استقلال الجزائر. فرحات مني، بقيت لنا دقيقة واحدة. أنت اليوم معارض ممنوع من دخول الجزائر، ماذا تقول لأنصارك أو لغيرهم في الجزائر؟ هل لديك رسالة أخيرة؟ يعني قرية دقيقة كتشيني السجوزمر لا تروح ظرف مثل القبائل نهار الجزائر ذا الشثين يتزايرين غير القبائل يغدي يسمقون هذا دينير سيمليليس. أقول لهم نلتقي يوم 20 من أبريل في تيزي وزو وبجاي والبويرة كي نصيح كرجل واحد من أجل حقوق القبائل. نحن شعب ككل شعوب العالم، شعب جدير بأن يقف شامخا بين الأمم وفي منظمة الأمم المتحدة. نلتقي يوم 20 من أبريل رغم أن النظام يحاول أن ينظم مسيرة أخرى غير جدية، إلا أن شعبنا يعرف جيدا إلى جانب من سيقف. 20 افريل خاصما ادب ويكاث هذا دي سفد سيكليوين. نداء الأجداد يتوجه إلى كل واحد منا. أنا أعتمد عليكم لكي نقول جميعا وكرجل واحد يوم 20 من أبريل: الحرية لبلاد القبائل. 20 افريل اميون ومدان ادني ثاكو سيل اللي من قبايليس. سنميرثيك فرحات مهني، شكرا جزيلا لك فرحات مهني على قبول هذه الدعوة، وشكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء. أهلا بكم في حوار فرانس 24. ضيفنا اليوم مناضل وفنان ورجل سياسة أمازيغي جزائري، هو فرحات مهني الذي يرأس الحكومة القبائلية المؤقتة. أزل لك فرحات مهني. أزل فرحات مهني، أنت ترأس ما يسمى بالحكومة المؤقتة القبائلية. أنا ذا قبائلي أعضيل زمرضغ ديني ذا شوث المجموعي. ما هي هذه الحركة، حركة الحكومة المؤقتة القبائلية؟ أنا ذا قبائلي. الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة، ماشي الحركة كيف قالك سيسناس. وثانيا أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. ما هو الفرق؟ ليش لا ديفيرونس كيرو قبائلي الجزائري؟ الخلافة طاس. هناك فرق كبير. منذ الاحتلال الفرنسي إلى اليوم تم ضم القبائل إلى الجزائر واعتبروا جزائريين، لكن بالمقابل ليس كل الجزائريين قبائل. الانتماء القبائلي هو هويتي. أما إذا عدنا إلى سؤالك حول الحكومة القبائلية المؤقتة، فإنها حكومة انبثقت من بلاد القبائل من أجل إظهار اسمها بين الأمم، وأن تدق على أبواب الأمم المتحدة ليعترف بها مثل كل الأمم. حكومة القبائل المؤقتة تكافح من أجل الحرية والكرامة وحقوق الشعب القبائلي بأكمله، أو ما يسمى ببلاد القبائل. غاف نيف، غاف تيروكزان، غاف إزرفان، بغرف قبيلي أكل ميلة من قارة سموت قبيليس. فرحات مهمني القبائل تحديدا في الجزائر على كل الصعد، سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا. حدثنا عنها حتى يفهم المشاهد الغير الجزائري ما هي دوافع هذه الحركة لصد هذه العنصرية وبأي وسيلة. ذي ثزورة ذي الجيرانيين. بداية في حرب الجزائر بلاد القبائل هي التي حملت أوزار الحرب على ظهرها، وكما قلت قبل قليل 3/4 من استشهدوا قبائل. وحين استقلت الجزائر جاء الذين لم يقاتلوا بقواتهم من تونس ومن المغرب، ودخلوا بأسلحتهم وجنودهم الذين لم تنهكهم الحرب لأنهم لم يقاتلوا، فاستولوا على الحكم في الجزائر. فانتفض القبائل وقالوا: نحن حررناها وأنتم تريدون أن تجنوا ثمارها. وقالوا: نحن أيضا لنا نصيب في هذه البلاد.
ولا نكوني تسكي دي ثمور ساكيني. ولكن ذلك هذا راجل ذلك الحكم الاستبدادي الذي أقامه بومدين والعسكر وجيش الحدود كان مسلط على كل الشعب الجزائري، كان حزبا واحدا. هل لك كلمة تقولها للجزائريين غير الأمازيغ الذين لم يشتركوا في العنصرية أو التفرقة مع الأمازيغ؟ هل لديك أشياء مشتركة؟ هل لديك شيء ممكن تقول لهم؟ إز دايرين ماشي القبائل ما إلا وكينا راه الحفاقي نغل الظلم في القبائل لاش سنتينير أسنينير ماذا قلنا. أقول لهم إذا كان ظلم واحدا فإن ردة الفعل عليه مختلفة. القبائل لم يرضخوا أبدا للظلم الذي يسلط عليهم، كانوا دائما ينتفضون، لذا فالحكومة الجزائرية تحرسهم مثل الحليب على النار منذ استقلال الجزائر. سي تزوالن على ساكينيكات. فرحت مني بقيت لنا يعار شويه ما كان وفات لو جو دي اسلاميست ديريكتومون. الا نيرد كان نكني زوين قدرا. لا، أنا أقول دائما أنني أحترم كل من قتل ظلما أيا كان. الإسلاميون يقال إنهم يقتلون بشكل أعمى كل من يقف أمامهم، لكن تبين لنا أن ذلك كذب. فحين نحسب عدد الأدمغة الجزائرية التي اغتيلت نجد أن الأغلبية هم قبائل، وذلك رغم أن القبائل أقلية لا يتجاوز عددهم 30% من سكان الجزائر، ومقارنة بأصحاب اللحى عدد شهدائنا أكبر. السيتما نافي شمار بلغن أنا في ذويذنغ إسيطاس. أنت نفسك فرحات مهني غنيت أغنية شهيرة ورائعة غنيت فيها للذين استشهدوا خلال سنوات الإرهاب، سواء منهم طاهر جاوت اللي هو قبائلي أمازيغي أو اليابس اللي هو عربي. الكلام الذي تقوله ربما يتنكر لهذه الأغنية. ألا القدر ساغي وذي لا، ما يزال لدي نفس الاحترام للذين قتلوا وحتى لمن ما زالوا أحياء، ولكن أريد فقط أن أوضح بأن حتى في القتل هناك عنصرية. ولقد قال لي الروائي الجزائري رشيد ميموني قبل وفاته رحمه الله بأن استشهاد الكاتب طاهر جاوت لعب كونه قبائليا دورا في مضاعفة حقد قاتليه واستهدافهم له. حدثنا عن هذه العنصرية، حدثنا عن هذه العنصرية التي تستهدف الأمازيغ في الجزائر وفي شمال أفريقيا عموما. حدثنا عن هذه العنصرية التي تستهدف الأمازيغ. هذه الحكومة انبثقت عن حركة الحكم الذاتي القبائلي، الموفمون دوتونومي دو لا كابيلي. هل أنتم تحاولون أن تبنوا هذا الحكم الذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية، أم تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال؟ كونوية قلنا فلاقي ناقل ماك ستنادي ما تبنوا الجزائر تساقدو ذانت فيدرال تناخذ فغام أتشرقم ثمورت. نكوني ذو بريد ما تبلو ناس دينان دواسن شريك ثمورت. نحن نسير على درب معطوب الهناس الذي قال في إحدى أغنياته: الدواء هو تمزيق البلاد. حين نادينا بالحكم الذاتي في منطقة القبائل، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق النار بالرصاص الحي على أبنائنا. ذلك الحين صرنا ننادي بالانفصال رغم أننا نحب الجزائر، ورغم أن آباءنا ماتوا من أجل الجزائر. أنا والدي استشهد من أجل استقلال الجزائر. أنت والدك مات شهيدا في الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. بالضبط، مات والدي لكي أكون حرا، لكي أكون محترما في أرضي، لكي تكون حقوقي كاملة، وليس من أجل أن يقال لي كلما تحدثت بالقبائلية تحدث باللغة الوطنية. تكلم باللغة الوطنية. ولكن اليوم من تمازيغت اللغة الوطنية ماشي دغلنا ونكيني الساقي من تمازيغت اللغة الوطنية ماشي قنواس ماشي ذا طابلو. الأمر ليس مثل السبورة يمكن محو ما عليها بإسفنج لإخفائه حتى لا يبقى منه شيء.
لا، تاريخ نضالنا امتد ل50 سنة منذ استقلال الجزائر، وكانت هناك حرب الأفافاس جبهة القوى الاشتراكية التي قتل فيها 497 رجلا. وكم من القيادات القبائلية التي اغتيلت في المنفى وقتلتهم الحكومة الجزائرية، ثم فيما بعد حين جاء الإرهاب كم من الأدمغة القبائلية التي قتلت. النظام الجزائري والإسلاميون عملوا يدا بيد من أجل إبادة كل ما هي أدمغة أو مفكرون قبائل في التسعينيات. في تشومار ذويذ ميوطف نفوس هو كان كربوين يلان ذا الفهمه الانتيليجنس يعني ذا لاغن اقباليين محسوب سنقرنتن ديال الوقت التيروريزم لي زاني 90. سنقرن من كذا مش القبائل. الاغتيالات طالت الأدمغة الجزائرية سواء كانت أمازيغية أو عربية، سواء حسب حكم الحزب الواحد أو أثناء سنوات الإرهاب. حسب كنت بغيض. احسب كما تشاء، تجد أن عدد القبائل الذين اغتالهم الإرهاب يفوق الذين قتلوا من الآخرين، أقصد المفكرين. أين يغلين سي ثمن نظام. ولكن الجيران الجزائر 3/4 من قتلوا في حرب الجزائر قبائليون. لسنا نحن من يقول هذا، بل هي الوقائع. الذين قتلوا أو اغتيلوا من المثقفين من المعارضين للحركة الإسلامية في الجزائر، سواء كانوا قبائل أمازيغ أو عرب، ماتوا جميعا لبناء فكرة جزائر ديمقراطية ولصد المد الأصولي. هل لما تفرق بين الشهيد الذي كان قبائلي والشهيد الذي هو عربي في منطقة أخرى، هل هذا لا يخدم مصلحة الإسلاميين في النهاية؟ يعني ما تفرق غير الشهيد ذا قبيلي ذوين ذا عرب موثن كنا ذا حفسن الإسلاميزم.